انسي اي طريقه عملتي بيها القرنبيط قبل كده، شوفي طريقتي في القرنبيط وان شاء الله هتعجبك. بجيب القرنبيطه بقطعها كده، بقطع الزهرات بتاعتها لزهرات كبيره، ما بقطعهاش حتت صغيره عشان لما تيجي تتسلق ما تتفتفتش في الميه. وبعدين هغسلها كويس. بحضر بقى الميه فيها شويه كمون وشويه ملح ونص كوبايه لبن. اللبن بيخلي الزهرات بيضه وما بيطلعش ريحه ساعه السلق. هسيب بقى القرنبيط يتسلق 3/4 سوا، والربع الاخير مع التحمير. بعد ما الزهرات اتسلقت هقطعها كده لحتت صغيره على حسب ما انا عايزه الحجم بتاعها. هحضر بقى خلطة الدقيق، نص كيلو من الدقيق، عليهم 3 معالق كبار نشا، عليهم معلقة صغيرة كمون. هحط كمان كيس مرقة فورية من كنور، بتدي طعم حلو قوي للقرنبيط. كمان هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط رشة حبهان وكمان فلفل اسود وملح. هقلب بقى كل ده مع بعضه واتأكد ان التوابل اللي حطيتها اتوزعت في كل حتة. هقسم بقى الخليط ده نصين، النص الاولاني هسيبه زي ما هو والتاني هحط عليه بيضة ونص كوباية لبن. وبعد كده هكمل بالمية لحد ما اوصل لقوام البانكيك. هفضل انزل المية تدريجي عشان ما يخفش مني. طب هنفترض خف مني، هحط معلقة من خلطة الدقيق الجافة اللي عملناها لحد ما نوصل للقوام ده. هحط معلقة صغيرة من الكركم في الخلطة دي وفي الخلطة دي بس لتعزيز اللون، بتدي لون حلو قوي للقرنبيط. هفضل اقلب لحد ما اخلط كله مع بعضه. عايزة في الاخر اوصل للقوام ده. هقلب برضو الكركم مع الخلطة الجافة عشان اتأكد انه اتوزع في كل حتة. هرجع بقى للخلطة السايلة وهحط عليها شبت وبقدونس وكزبرة وهقلب كويس قوي. والخلطة الجافة هحط عليها كيس فيجيتار، بيدي طعم تحفة، تحس ان انتي مش بتاكلي قرنبيط اصلا. هقلبه كويس واوزعه مع الدقيق. وهنا في الزيت بحط فيها معلقة صغيرة من النشا عشان القرنبيط يقرمش وما يشربش زيت. هنزل بقى القرنبيط المسلوق في الخلطة السايلة وبعد كده هنزل بيه في الخلطة الجافة، وهحاول ان انا ما اضغطش عليه عشان يعمل الطبقة المقرمشة. هنزل بقى القرنبيط في الزيت لحد ما ياخد لون ويقرمش، وهحاول ان انا ما اقلبهوش لحد ما ياخد لون من الناحية الاولانية. هقلبه كده خلاص اخد لون، هقلبه عادي. الطبقة مش هتقع من عليه ولا حاجة، بالعكس مقرمشة جدا جدا. بصوا اللون اللي اخدته تحفة. عايزة كمان اسمعكم صوت القرمشة. جربوه ان شاء الله يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.